انا نفسي الفيديو ده ما يطولش. شفت فيديو من شويه مستفز لابعد الحدود، واحده ست عايزه تبيع ولادها الاربع الاولاد اللي من ضمنهم بنتين وولدين. الولدين اللي كلها سنتين ويبداوا يشتغلوا اي شغل ان شاء الله يا ربي، يشتغلوا باليوميه، بس هيبقى عليكي باب رزق. بناتك 18 سنه ويتجوزوا، خلاص ما فات كتير، ما تبقى الا القليل. جايه دلوقتي تقول عايزه ابيع ولاد الاربعه عشان مش قادره الاقي لهم مسكن، مش قادره تلاقي لك جراج، مش لاقي تلاقي لك اوضه تحت السلم، مش قادره تاخدي ولادك تدفيهم بحضنك من برد الشتاء، مش قادره تاكلي ولادك حته جبنه ب20 جنيه ورغيف عيش. ده انت يا ستي والله العظيم حضنك يدفيهم ويشبعهم احسن مليون مره ما يكونوا في قصر من غير ام. دول ام بتلم. انت مش قادره تشتغلي، انت معاكي تليفون تنزلي فيديو على النت وتقولي للناس اشتروا ولادي، ومش قادره تنزلي فيديو تفتحي محتوى او تبقي صانعه محتوى ليكي ولاولادك باب رزق وربنا يرزقك. هو كل اللي طلع على السوشيال ميديا كان بيعمل حاجات غلط؟ ما في ناس كتير جدا بتفيد. انت حياتك فشلت، اطلع قولي للناس ما تعملوش 1 2 3 عشان حياتي ما تفش، عشان حياتكم ما تفشلش. اطلعي انصحي الناس، اطلعي قولي اي كلمه تفيد الناس. الناس في عرض كلمه تقويهم، كلمه ترفعهم، وربنا هيديك رزقك. ده حتى دلوقتي اي خرم في السوشيال ميديا بيجيب فلوس، حتى لو كانت قليله بس ربنا يبارك فيها. كونك اخترت تبيعي ولادك عشان راحتك فانت ست مش كويسه. يعني ايه شقه راحت؟ هو احنا كلنا ساكنين في ملك؟ يعني ايه انت عندك 4 اولاد؟ يعني احنا قاعدين مرتاحين بناكل كباب وبناكل لحمه وبناكل فراخ وبناكل ماما الحاجات دي بقت في المواسم والاعياد، وانا لما ابقى بطولي من غير عيالي هبقى قاعده مرتاحه؟ طب انت ارتحتي جسديا وضميرك، معنويتك، نفسيتك؟ اوعي تفكري كده. فوقي لنفسك، اشتغلي. ده في ستات كبيره في السن بتشتغل، بتبيع مناديل، بتتعب بتشقى عشان ولادك هتتعبي لك 2 3 بس هترتاحي. ده انت هتبقي ليهم السند والعون دلوقتي، هم هيبقوا ليكي في قبرك الاب والام. تكلمي ازاي؟ بتعملي ازاي؟ بتسهلوا على الناس ازاي؟ الفيديو ده لو حقيقي ده كارثه. اشتغلي يا حبيبتي، اشتغلي وقفي جنب ولادك وربيهم. بلاش تعليم يا ستي، ما تعلمهمش بس ربيهم. هما اللي اتعلموا عملوا ايه اصلا؟ ربيهم. حتى التعليم في المدارس ما بقاش بفلوس، ببلاش، مش ضروري دروس. لو ابنك راح المدرسه عشان يتعلم هيبقى مستقبله احسن من الطفل اللي اخد درس اصلا. دي مصيبه والله العظيم.